بيبدأ المسلسل في كوريا من 1500 سنة، وبنشوف إن في مملكة بتعتدي على مملكة الملك جايا، وبيكون قائد المعتدين هو دوها، فبيحاربهم الملك جايا وبيدافع عن مملكته. ولكن دوها بيقدر إنه يقتل الملك جايا وبيفوز في الحرب، وبعدها بيروح على قصر الملك عشان يقبض على الملكة والأميرة مون. ولكن الملكة بتقدر إنها تخبي بنتها قبل ما يوصل الجنود. وتاني يوم بتشوف مون مامتها والمربية بتاعتها بيعدمهم دوها قدام الشعب، ووقتها بتقرر إنها تنتقم من دوها وتقتله، فبتتخفى وبتروح علشان تقتله، ولكنه بيطعنها في كتفها. ووقتها بيكتشف إنها الأميرة مون وبينجذب ليها ومش بيقتلها، وبعدها بتقدر إنها تنفذ انتقامها وبتقتله. ولكن روح الانتقام الشريرة بتخرج من دوها وبتقسم إنها هتطارد الأميرة وهتنتقم منها مهما طال الزمن. وبتمر ال 1500 سنة وبنوصل للوقت الحاضر، وبنشوف هي وهي بتشتغل في المطافي، وبنعرف إنها تناسخ لروح الأميرة، وبتحلم هي وبكوابيس وهي في شغلها، ولكنها مش بتفتكر إيه اللي بيحصل في كوابيسها. وفي نفس اليوم بيبقى في حريق في مبنى، وبتقدر هي إنها تنقذ سوق المتشرد وكلبه في آخر وقت، وبتبقى مشهورة وبتطلع ترند في الأخبار. وبعدين وهي راجعة لبيتها في المترو بتكون مرهقة وبتنام على كتف الراهب اللي جنبها، ولما بتنزل من المترو مش بتلاقي موبايلها، فبيجيبه لها الراهب وبيسألها عن إذا كانوا اتقابلوا قبل كده، فبتقول له إنه أكيد شافها في الأخبار وبتشكره وبتمشي. ووقتها بيشوف الراهب الروح الشريرة اللي حواليها، وبيفتكر وهو صغير إن هي وباباه كانوا بيزوروا المعبد اللي هو فيه، وبيفتكروا إنه شاف نفس الروح الشريرة مع هي وبيخاف منها. ووقتها الراهب العجوز بيحذره منها، وبيقول لها إن الروح دي بتبقى مستنية الفرصة عشان تنتقم من اللي أذاها، وبينصحوا إنه يبعد عنها لأنها قوية وممكن إنها تأذيه. وفي نفس الوقت في استوديوهات التصوير بنشوف جون الممثل الوسيم وهو بيستقيل من إعلان عن المطافي، وبيكون أسلوبه وحش مع الكل، فبيترجى المساعد بتاعه ينغض إنه يكمل تصوير الإعلان، ولكنه بيرفض وبيقول له إنه عنده ميعاد مع حبيبته الممثلة المشهورة سول. وبيروح جون وبيقابلها، وبنعرف إن سول مش بتحبه وبتشوف إن ما عندوش شخصية. وفي نفس الوقت بيتصل يونغ وبيبلغ هان أخو جون، واللي بيكون رجل أعمال مشهور وبيحب أخوه جدا، وبيحاول طول الوقت إنه يداري على أي فضيحة ممكن تمسه بسمعته. وتاني يوم جون بيشوف في المول تاي وهو ممثل منافس ليه، وبيغيظه تاي وبيقول له إنه هيمثل مسلسل تاريخي مع سول، فبيغير جون وبيتضايق جدا، وبيطلب من أخوه إنه يتصرف بأي طريقة ويجيب له دور تاي في المسلسل مع سول. وفي نفس اليوم بالليل بيحتفل جون مع سول بمرور سنة على ارتباطهم، وبيلومها على إنها خبت عليه موضوع المسلسل، وبيقول لها إن أخوها هيتصرف وهو اللي هيمثل قدامها، فبتتضايق وبتبقى عايزة تمشي لأنها مش شايفاه موهوب، فبيعتذر لها وبيترجاها ما تسيبهوش. وتاني يوم بيروح يونغ عشان ياخد جون لتصوير الإعلان، لكن بيتفاجئ بيه لسه نايم وبيلاقي جنبه ورقة من سول بتقول له إنها هتنفصل عنه، فبيخبيها يونغ علشان ما يبوظش جون الإعلان، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي جون فاقد للوعي، فبياخده على المستشفى. وبعدها بيروح لأخوه عشان يطمن عليه، فبيلاقيه فاق وبيقول لجون إنه بخير وهيصور الإعلان. وفي نفس الوقت بتروح هي وبتصور إعلان المطافي مع جون، وفي مكان التصوير بيبقى جون لطيف مع هيو، ولكن بعد ما بيخلص التصوير بيتجاهلها وبيعملها وحش، وبيبقى جون متضايق لأن سول مش بترد على مكالماته، فبتتضايق هيو من أسلوبه وبتخطف منه موبايله، فبيجري وراها وبيحاول إنه ياخده بالقوة، ولكنها بتلوي دراعه بكل سهولة، فبيعتذر لها وبتديله الموبايل وبتقول له إنها مش عايزة تشوفه مرة تانية وبتمشي. وفي نفس الوقت بيتصدم هان لما بيعرف من الدكتور إن أخوه مريض بسرطان في القلب وحالته متأخرة، وبيقول للدكتور إن جون هيموت وبيطلب منه إنه يحقق له كل أمنياته. وفي الوقت ده بيركب جون الفان وبيتصل على سول اللي بتقول له إنها انفصلت عنه، فبيفقد الوعي وبتتحرك بيها العربية وبتقع في البحر، وبتشوفه هي وبتجري وبترمي نفسها في البحر وراه، وبتقدر إنها تنقذه وبتطلعه من العربية. وبعدها بتفقد الوعي، ووقتها بتشوف روح دوها وهي بتساعدها وبتفوقها، فبتطلع هي من المية وبيروحوا للمستشفى وبيحاولوا إنهم ينعشوا جون، لكن قلبه بيقف وبيموت، فبتتصدم هي وبتفقد الوعي، فبينيموها على سرير في نفس الوقت اللي بيودوا فيه جثة جون للمشرحة، فبتلمس إيديها إيد جون، ووقتها بتسكن روح دوها في جسم جون، وبيفرح أخيرا إنه لقى جسم يسكنه، وبكده هيقدر يحقق انتقامه. وبيروح لأوضة هيو في المستشفى اللي بتتفاجئ إن جون لسه عايش، وبتتصدم لما بيقولها جون إنه بيحبها، وبياخد سكينة من جنبها وبيحاول إنه يقتلها. وبنعرف إن منى اعترفت له بحبها قبل ما تقتله بالسيف، وبيستغرب دوها لأنه لما بيحاول يقتل هيو بالسكينة بيلاقي إن في قوة بتمنعه وبتزقه بعيد عنها، فبيشوف إن هيو حواليها درع حماية، وبتستغرب هيو لما بتلاقي إن جون لسه عايش، ولكنها بتفرح بوجوده لأنها بتكون معجبة بيه، فبيقول لها إن من سنين بيحاول إنه يوصل لها، فبتستغرب كلامه وبتظن إنه مريض، فبيطمنها إنه بخير وبيحاول يقتلها مرة تانية، ولكنها وقتها بتلمسه وبتلمس نفسها عشان تتأكد من حرارته، وبتبقى نفس الحركة اللي كانت بتعملها معاه مون، فبيتصدم وبيفقد الوعي. وفي الوقت ده بيتصدم هان لما بيعرف إن أخوه جون لسه عايش، وبيفوق دوها وبيلاقي نفسه لسه في جسم جون، وبيفكر في اللي حصل لما حاول إنه يقتل هيو، وبيعرف إن في تميمة بتحمي هيو من الأذى. وفي اللحظة دي بيشوف يونغ معاه في نفس الأوضة، وبيشوف ذكريات
حاجات من ماضي جون، وبيعرف إن يونج هو المساعد بتاعه. وبعد كده بيروح دوها لأوضة هيو، وبيتعصب لما بيعرف إنها خرجت من المستشفى، وبيتوعد إنه هيحرص إنه يقتلها في حياتها ديت وهيحقق انتقامه منها. وفي الوقت ده بيتفاجئ بالممرضات بيتجمعوا حواليه وبيتصوروا معاه، فبيجي يونج وبياخده منهم. وبيعرف دوها وقتها إنه في جسم ممثل مشهور. وتاني يوم بيروح تيو بيقابل سول، وبيبقى متعصب لأن دوره في المسلسل اتسحب منه، وراح طبعا لجون وبيسأل سول عن مين السبب في ضياع الدور منه. فبتقول له إنها هددها بإنه هينشر صور ليهم مع بعض غير أخلاقية وهيفضحها، وبتقول له إنها علشان كده اضطرت توافق على إنها تمثل مع جون. فبيتضايق تيو وبيتوعد لجون. وبالليل بيطلب دوها من يونغ إنه يوصله لبيت هيو، فبيسأله يونغ عن إذا كان معجب بيها. ووقتها بيتفاجئ من إنه بيخنقه وبيطلب منه ما يتدخلش في حياته. فبيستغرب يونغ من أسلوبه اللي مش بيكون نفس أسلوب جون. وبيوصل لبيت هيو اللي بتنزل وبتقابله، فبيحاول إنه يقتلها، ولكن الدرع اللي حواليها بيمنعه. ووقتها بيسألها عن إيه اللي بيحميها، وبيناديها باسم مون. فبتخاف من أسلوبه وبتحذره إنها لو شافته مرة تانية هتبلغ الشرطة إنه بيطاردها. وبعد كده بيروح لها هان اللي بيكون يونغ اتصل بيه وحكى له على اللي حصل، وبيعتذر لها وبيقول لها إن جون بيعاني من الصدمة بعد اللي حصل له، وبيطلب منها إنها ما تبلغش عنه الشرطة. وبعد كده بيرجع هان لأخوه بيقول له إن قدر يجيب له الدور اللي بيتمناه. وفي الوقت ده بتفتكر هان إن وهي صغيرة كانت بترسم صور كتير لدوها اللي كانت بتشوفه حواليها. ووقتها باباها عرضها على دكتورة نفسية اللي قالت إن هي بتعاني من صدمة، وعشان كده هي بتتفاهم حال جون وبتتعاطف معاه. وبالليل بيفتكر دوها إن هي عندها تميمة اداها لها الراهب الصغير في الدين لما كانت صغيرة. وبيفتكر أول مرة قابل فيها مون لما حاولت تقتله عشان تنتقم لأهلها، ووقتها هو خيرها من إنه يقتلها أو تشتغل خدامة عنده. فبتوافق إنها تكون خدامة علشان تبقى قريبة منه وتلاقي فرصة تقتله. وبنرجع للوقت الحاضر، وبيطلب دوها من هان إنه يجيب هيو عشان تحضر إعلان افتتاح المسلسل. وفي الافتتاح بيشكرها دوها على إنها أنقذته، فبيركز كل المصورين معاها. فبتتضايق سلو وبتمشي. وبعد كده بتتكلم مع جون، فبتتصدم لما بيتجاهلها وبتحس إنه متغير عن جون اللي تعرفه. وفي الوقت ده بتهرب هيو من المصورين وبتدخل تستخبى في قاعة تانية. فبتتفاجئ بدوها مستنيها وبيطلب منها إنها تكون جنبه طول الوقت. فبتتأثر بكلامه وبيبان إنها ابتدت تعجب بيه. وتاني يوم بتدور هيو عن حياة جون وبتعرف إنه بيحب سول، فبتتضايق وبتحس بالغيرة. وفي الوقت نفسه بتبقى متضايقة علشان شنطتها ضاعت منها، وبنعرف إن دوها هو اللي سرقها عشان يدور فيها على التميمة لكنه مش بيلاقيها. فبيطلب من يونغ إنه يساعده ويدور على معبد يكون فيه راهب شاب. فبيسأله يونغ عن ليه بيضيع وقته في تفاهات. فبيتعصب دوها وبيحكي له وبيقول له إن جون مات وهو استولى على جسمه، وبيثبت له إنه روح. فبيخاف يونغ وبيقبل إنه يساعده. وبالليل بيروح تاني لبيت جون وبيحدف عليه طوب وبيكسر صوره وبيهدده إنه هيأذي حبيبته الجديدة، وبيكون قصده على هيو. ووقتها بينزل له دوها وبيحذره إنه لو قرب منها فهو هيقتله. فبيخاف منه تاي وبيبعد. ولما بيسمع هان باللي حصل مع أخوه بيجيب له حارس شخصي علشان يحميه، ولكنه بيتصدم إن أخوه بيضرب الحارس وبيغلبه بسهولة. ووقتها دوها بيطلب من هان إن هي تكون الحارسة الخاصة بتاعته. وتاني يوم بتكون هي بتحتفل مع أصحابها لأنها هتحقق أمنيتها وتسافر للقطب الجنوبي وتشتغل هناك. ووقتها بيجي لها دوها وبيطلب منها تكون الحارسة الشخصية بتاعته، فبترفض وبتقول له إنها هتسافر. فبيقول لها إنه هيمنعها فبتتحداه. ووقتها بيفتكر إن مون كانت بتتحداه إنه يحبها وهي اللي فازت ووقع في حبها فعلا. وبيرجع من ذكرياته وبيتوعد لهيو وبيقول إنه هيخليها هي اللي تحبه لأنه اتعلم الدرس. وتاني يوم يونغ بياخد دوها للمعبد وبيقابل الراهب العجوز ومش بيبان على إنه يعرفه. فبيسأله دوها عن مكان التمائم، فبيشاور له على مكانها وبيدور دوها على التميمة اللي بتحمي هيو، ولكنه برضه مش بيلاقيها. ووقتها بيشوفوا الراهب الشاب فبيخاف وبيروح للراهب العجوز وبيقول له إن ده هو الروح الشرير اللي شافها في المترو، وبيسأله عن ليه ما حاربهوش. فبيقول له الراهب إنهم مش هيقدروا يواجهوا الروح الشريرة لأنها أقوى منهم. فبيقول له الراهب الشاب إنه خايف على هيو. فبيرد عليه الراهب العجوز إنها في حياتها السابقة عملت ذنب كبير ولازم إنها تدفع ثمنه وإن ده قدرها. وفي الوقت ده بتتصدم هيو لما بتعرف إن سفريتها اتلغت عشان تكمل تصوير الإعلان مع جون. وفي نفس الوقت بتوصل رسالة لدوها على موبايله من تاي بيطلب منه إنه يقابله عند عربيته أو هيأذي هيو. فبيروح دوها وبيقابله. ولما بتوصل هيو للاستوديو بتروح لعربية جون وبتتصدم لما بتلاقي جون فاقد للوعي وبتلاقي حقنة مخدرة جنبه. وفي نفس الوقت بيضربها واحد مجهول على راسها فبتفقد الوعي. وبيعرف هان من اسم الشرطة إن حادثة غرق أخوه كانت من فعل فاعل وإن في شخص كان متعمد إنه يقتله. فبيقلق على أخوه بيتصل على يونغ عشان يطمن عليه. فبيقول له يونغ إن عربية جون مش موجودة وإن شنطة وموبايل هيو في الباركنج مكان العربية. وبيعرفوا إن جون وهيو اتخطفوا. فبيبلغوا الشرطة وبيشتبه هي في تاي فبيقبضوا عليه لكنه بينكر إن ليه أي علاقة بالخطف. وفي الوقت ده بتفوق هي وبتلاقي نفسها مربوطة في وكر عصابة وبتشوف جون جنبها مربوط وفاقد للوعي. فبتقدر
وبتقدر إنها تقطع الحبل اللي هي مربوطة بيه بسكينة الطوارئ بتاعتها، وبتواجه العصابة وبتضربهم، وبتكون قوية ومش بيقدروا عليها، ولكن واحد منهم بيرمي عليها رماد فمش بتشوف، فبيزقها وبتقع وبتفقد الوعي تاني. وفي الوقت ده بيتصل بيه المتشرد اللي أنقذته هو وكلبه من المبنى قبل ما يتحرق، وبنعرف إن المتشرد ده هو سوق المدير التنفيذي لشركة هان اللي اتطرد من الشركة، وبيطلب سوق من العصابة إنهم يقتلوا هي وجون، وبترفض العصابة إنهم يقتلوهم عشان المبلغ اللي دفعه السوق قليل. وقبل ما العصابة تمشي بيقرروا إنهم ينتقموا من هي وبيضربوها زي ما ضربتهم، ولكنهم قبل ما يلمسوها بيفوق دوها وبيقول لهم إنه مش هيسمح لهم يلمسوها، وبيهجم عليهم وبيطيرهم زي الإعصار. وبيمسك دوها رئيس العصابة وبيسأله مين اللي أمرهم بخطفه، فبيديله الرقم اللي بيتصل منه سوك وبيقول له إنه ما يعرفش هو مين. ووقتها بيسمع دوها صوت عربيات الشرطة اللي بيكونوا حددوا مكانهم عن طريق تتبع موبايل جون، وبتفوق هي على دخول الشرطة وبتتصدم لما بتشوف إن كل العصابة متكسرة وفاقدة للوعي، فبتستجوبها الشرطة وبيتهموها إنها استعملت عنف زيادة مع العصابة، وبيقولوا لها إنها سليمة وكل العصابة متكسرة في المستشفى. فبتسألهم عن جون فبيقولوا لها إنهم لقوه جنب المبنى فاقد للوعي وبعتوه المستشفى. وفي الوقت ده في المستشفى بيروح هان وبيطمن على جون وبيقول له إن هي بخير، فبيقول له دوها إن في شخص خدره يوم حادثة الغرق وكان متعمد إنه يقتله، وبيقول له إن دي تاني محاولة لقتله وإن هي اللي أنقذته في المرتين، وبيطلب منه إنه يتصرف بأي طريقة عشان هي تبقى معاه طول الوقت. وفي الوقت ده بيقدر دوها إنه يوصل للمكان اللي بيتصل منه سوق بالعصابة، وبيعرف إنه تليفون عمومي، وبيعرف من كاميرات السوبر ماركت إن سوق، وبيشك دوها في إن ليه سوق عايز يقتل هي معاه. وفي الوقت ده بنشوف سوق وهو بيهرب من روح بتطارده وبتأمره إنه يقتلهم وينتقم منهم كلهم، ولكن سوق مش بيكون عايز ينفذ كلامه فبتطارد الروح وبتجبره إنه ينتحر ويرمي نفسه من فوق السطح. ووقتها بتشوف الروح وهي بتدخل لجسم سوق وبتتحكم فيه. وتاني يوم بتصحى هي من النوم على خبر تسريب فيديو ليها وهي بتضرب جون وبتلويله دراعه، وبتحصل مظاهرات ضدها وبيطالبوا فيها إنها تطرد من المطافي، وبتحضر هي محاكمة تأديبية وبيوقفوها عن الشغل لمدة 3 شهور. فبتحس هي بالظلم، وفي الوقت نفسه سول بتروح لجون وبتقول له إن هي اللي نشرت الفيديو على الإنترنت، فبيضايق منها دوها وبيطردها. وبعدها بيروح المحامي الشخصي لهان وبيقول له إن العصابة بتتهم جون بإن هو اللي ضربهم، ولكن هان بيكون عارف إن أخوه ضعيف وما يقدرش حتى يدافع عن نفسه، وطبعا مش بيصدق كلامهم، وبيقول للمحامي إنهم عايزين تعويضات منهم وبيأمره إنه يديهم كل الفلوس اللي عايزينها عشان يتنازلوا ويبعدوا جون وهي عن القضية. وبالليل بيشوف ينغى في عربية جون القميص اللي كان لابسه دوها يوم الحادثة وهو مليان دم، فبيعرف إن دوها هو اللي ضرب العصابة مش هي، ولكنه بيكون مجبر إنه يساعد دوها في مهمته عشان يرحل بسرعة زي ما قال له. وفي الوقت ده بتيجي الشرطة وبتستجوب دوها وبيقولوا له إن هي مش بترد على اتصالاتهم، فبيقلق عليها دوها وبيروح عشان يدور عليها، ولكن هان بيتصل بيه وبيقول له إن هي معاه وهيعمل له اللي هو عايزه. ووقتها هان بيحكي لهي عن مرض جون وبيقول لها إن أيامه في الدنيا معدودة، وبيترجاها وبيطلب منها تقبل تكون الحارسة الشخصية لأخوه لمدة شهر واحد، وفي المقابل هيرجعها لشغلها وهيرجع لها السفرية بتاعتها. فبتوافق على الاتفاق، وبعد كده بتروح هي لبيت جون وبتقابل دوها اللي بيقول لها إنه كسب التحدي وإنها تشتغل معاه. فبتسأله هي عن إذا كان باقيله شهر واحد في الحياة، فبيقول لها إن وقته في الدنيا قرب يخلص، وبيطلب منها إنها تساعده عشان يسيب الدنيا ويمشي بسلام. فبتتعاطف معاه وبتقبل، وتاني يوم بتبدأ الشغل وبتروح مع دوها لجلسة قراية السيناريو، وبتدخل هي الحمام وبتسمع البنات اللي بيشتغلوا في الفيلم وهم بيضحكوا على جون، وبتوريهم واحدة من البنات فيديو لجون وهو بيتلخبط في القراية، فبيضحكوا عليه وبتتعاطف هي معاه. وفي نفس الوقت بيكون المخرج مش عاجبه إنه يدي الدور لجون لأنه بيبقى شايفه ممثل مش موهوب، ولكن هان بيقول له إن لو أخوه ما اشتركش في الفيلم فهو هيسحب الفلوس اللي دفعها في إنتاج المسلسل، فبيضطر طبعا المخرج إنه يوافق. وفي الوقت ده بتروح هي وبتشجع دوها وبتقول له إنها واثقة فيه، فبيوافق على إنه يقرا النص. وقتها بتستفز سول وبتتريق عليه، وبعدها بيبدأوا القراية وبيبهرهم دوها بأدائه لدور القائد لدرجة إنهم بيسقفوا له. وبعد ما بيخرجوا من الجلسة بيحضنوا ينغو وهو مش مصدق نفسه بنجاح الجلسة، فبيوقع المية على جاكيت دوها، فبيعتذر له وبيطلب من هيو إنها تجيب لجون الجاكيت التاني. وفي الوقت ده بيجي تيو بيسأل سول عن أداء جون في الجلسة، فبتصدمه وبتقول له إن جون ممثل أحسن منه، فبيتعصب تيو وفجأة بيلاقي سوك بيمسك إيده وبيقول له إنه هيرتاح لما جون يختفي، وبنشوف الروح اللي جوه السوق بتسيطر على تي. وفي الوقت ده بيروح دوها للعربية لما هي بتتأخر وبيلاقي في إيديها القميص اللي فيه الدم، وبتتهم إن هو اللي ضرب العصابة مش هي، فبيحاول إنه يشد القميص منها فبيمنعه درع الحماية. ووقتها بيعرف دوها إن الأسورة اللي في إيدها هي التميمة اللي بتحميها منه. وفي اللحظة دي بتشوف هي عربية تي جاية بسرعة وبيكون تي تحت تأثير الروح، فبتجري هي وبتزق دوها بعيد عن العربية، فبتتصدم هي وبتفقد الوعي. ووقتها بتشوف هي نفسها وهي
وهي مون اللي بتفوق من الإصابة اللي ضربها لها دوها لما هجمت عليه عشان تقتله، وبيقول لها دوها إن إصابة كتفها خفيفة فبتسحب منه السيف وبتحاول تقتله، ولكنها بتبقى ضعيفة فبيسحب منها السيف بسهولة وبيحبسها وبيمشي. وفي الوقت الحاضر بنشوف دوها وهو بيموت من القلق على هيو، ومش بيبقى قادر يشوفها وهي بتموت قدامه، وبيتمنى إنه ينقذها، وبيفتكر ذكرياته مع مون وإنها قبلت تكون خدامة عنده علشان تلاقي فرصة تقتله. وبيشوفها دوها وبيتحول إنها تتمرن على رمي السهام، ووقتها بتستغرب مون لما بتلاقيه بيساعدها، وبيقول لها إزاي تقدر إنها تقتله بالسهام، وبتحس مون إن دوها بيتمنى الموت. وفي نفس اليوم بيروح دوها وبيقابل الملك اللي بيشكره على النصر اللي حققه للمملكة، ولكن دوها بيقول للملك إن الفضل في النصر ده لبابا سو اللي بيكون رئيس وزراء الملك، فبيطلب الملك من دوها إنه يطلع معاه في رحلة صيد، لكن دوها بيعتذر. وبعدها بنتفاجئ لما بنشوف سو هو بيطلب من ابنه إنه يرجع من المعركة الجاية وهو متصاب عشان الملك ما يفرحش بيه، فبيحزن دوها من معاملة باباه ليه ومن غيرته منه. ولما بيرجع دوها للبيت بيتفاجئ بهدية من باباه عبارة عن توت مسموم، فبيعرف إن باباه بيحذره من إنه يحاول ياخد مكانه. وتاني يوم بتقدم مون الأكل لدوها وباباه، وبتتفاجئ لما دوها بيدوق الأكل قبل باباه عشان يتأكد إذا كان مسموم ولا لأ، فبتسأل مون الخادم عن ليه سو بيعامل ابنه بالطريقة دي، فبيقولها إن دوها مش ابن سو ولكنه ابنه بالتبني. وفي الوقت ده بيضايق دوها لما بيلاقي إن سو مهتم بمون وبيسأل عنها باستمرار، فبيقول له إنها بتشتغل عندهم علشان تسدد دين قديم. وبعد كده بيكون الدور على مون عشان ترافق دوها في رحلته اليومية في الغابة وتخدمه، ولما بتروح معاه بيسيبها مع الأحصنة، ولكنه لما بيتأخر بتروح وراه، فبتتفاجئ بيه إنه بيصلي وبيدعي الأرواح الجنود اللي قتلها في جايا، فبتقول إن صلاته مش هتنفعه وإن أرواحهم مش ممكن تسامحه، فبيقول لها إنه كان مجبر على الحرب وإنه بيصلي ليهم مش عشان يسامحوه ولكن عشان نفسيته هو ترتاح. ولما بيرجعوا مش بيلاقوا الأحصنة وبتمطر السما، فبيجروا لأقرب كهف وبيولع دوها النار وبيقول لها إنها لازم تتدفى وتحافظ على صحتها عشان تقدر إنها تقتله بسهولة. فبتسأله عن ليه مش بيموت نفسه لو كان عايز يموت، فبيقول لها إن عنده أمل إنه يبقى إنسان كويس في يوم من الأيام، وبيقول لها إنها لو قتلته هتخلصه من الجحيم اللي عايش فيه مع باباه، فبتقول له إنها مش هتريحه من عذابه وهتسيبه يعيش ويتعذب، وبتوعده إنها هتقتله وقت ما تتأكد إنه لقى هدف يحب الدنيا بسببه. ولما بيتأخر دوها في الرجوع للبيت وبيعرف باباه إنه خرج مع الخدامة الجديدة بيشك فيهم وبيطلب من المساعد بتاعه يعرف حكاية مون. وفي الوقت الحاضر بيفوق دوها وبيسأل عن حالة هيو، فبيطمنه هان إنها بقت بخير، فبيروح لها أوضتها وبتبقى الأسورة بتاعت التميمة وقعت منها في الحادثة وبينتهي الدرع بتاعها، فبيحاول دوها إنه يخنقها ولكنها بتفتح عينيها وبتناديه مولاها، فبيتصدم وبيستغرب إن هيو بتفتكر أحداث حياتهم السابقة، فبيسيبها وبيمشي قبل ما تشوفه. وفي الوقت ده سوك بياخد تيه عشان يبعدوا عن الشرطة. وتاني يوم هان بيدي لهي الأسورة بتاعتها، فبتشكره وبتسأله عن حالة جون، فبيطمنها عليه ولكنها بتبقى متضايقة عشان دوها ما تطمنش عليها ولو برسالة. وفي نفس الوقت بيعرف هان من اسم الشرطة إن سوك بيظهر في الكاميرات في كل محاولة لقتل جون. وفي الوقت ده بتكتشف سول إنها بقت مغرمة بجون بعد ما شخصيته اتغيرت، وبتقرر إنها ترجع له. وتاني يوم بتخرج هي من المستشفى مع صاحبتها وبتحكي لها عن الأحلام اللي بتشوفها، فبتقول لها صاحبتها إنها أكيد معجبة بجون عشان كده بتشوف بطل أحلامها شبهه، فبتقول لها هي إن شبهه في الشكل ولكن شخصيته مختلفة. وفي نفس الوقت بيروح هان وبيطمن على أخوه وبيديله الدواء المسكن اللي كتبه له الدكتور، وبيطمنه وبيقول له إن هي لما تخف هترجع له. فبيروح دوها البيت هي وبيلاحظ إنها تشبه مون في كل تصرفاتها، فوقتها بتشوفه هي وبتفرح ولكنها بتستغرب لما بتنزل ومش بتلاقيه، فبتتصل بيه ولما مش بيرد عليها بتقلق وبتروح له البيت وبتتصدم لما بتلاقي جون أخد معظم الدواء المسكن، فبتلومه وبتسأله عن إذا كان عايز ينتحر، فبيقول لها إنه عايز الوجع اللي بيحس بيه في قلبه يقف، وبيسألها عن ليه لسه بتأثر فيه بعد مئات السنين، فمش بتفهم هي وكلامه وبتقول له إنها مش هتسمح له يموت وهي موجودة، وبتعتني بيه وبتعمل له الأكل وبتروح وبتطمن هنا على أخوه. وبعد ما بياكل دوها بيكون مستغرب إن هي بتفتكر حياة مون السابقة، وبيقول ليونغ إنه قابلها 18 مرة قبل كده وإنها ما افتكرتوش ولا مرة، وبيسأله عن ليه هي اللي افتكرت حياة مون، فبيقول ليونغ إنه المفروض يكون فرحان إنها افتكرته، وبيفتكر دوها الماضي وإنه لأول مرة بينام لما بيبقى جنب مون في الكهف، وبيستغرب إنه لما نام ما استغلتش مون فرصة نومه وقتلته. ولما بتعرف مون إن دوها بيعاني من الأرق بتبعت له مع الخادم أعشاب تساعده على النوم، فبيفرح باهتمامها. وتاني يوم بتروح مون عشان تطمن عليه لكنها بتتفاجئ إن دوها راح للحرب، فبتقلق عليه وبتستنى رجوعه، وبتفرح لما بيرجع على عكس بابا اللي بيبقى متضايق إنه رجع. وبعد كده بيجي خادم سو بيقول له إن مون هي بنت الملك جايا، فبيقرر سو إنه يعمل بمون فخ لدوها، ووقتها بيروح دوها وبيسأل مون عن ليه كانت قلقانة عليه، فبتقول له إنها هتموت لو أي شخص غيرها قتله، فوقتها بيديها بذور لشجرة اللوتس وبيقول لها إنها بذور قوية بتعيش في الأرض 1000 سنة من غير ما تبوظ، وإنها عشان تعيش وتظهر لازم تكسر بذرتها
تخرج منها للحياة، وبيقول لها إنها تشبه نفس الزهرة في قوتها، وبيطلب منها إنها تقاوم وتبقى أقوى. فبتقوله إن مفيش بذور بتعيش ل1000 سنة، فبيتحداها وبيقول لها إنها هتظهر بعد 1000 سنة. فبتقبل التحدي، وبتصحى هيو في الأتوبيس وبتكون شافت نفس الذكريات، وبتحكيها لصاحبتها وهم راجعين على البيت، وبتبقى في عربية هتصدمها، ولكن سوق بيظهر وبينقذها في آخر لحظة. فبتشكره وبتحس إنها تعرفه وإنها شافته قبل كده. وتاني يوم المحامي بيقابل هيو وبيوريها قميص جون اللي عليه الدم وبيسألها عنه، ولكنها بتنكر إن جون ليه علاقة بضرب العصابة، لأنها بتكون متعاطفة معاه لأنه هيموت في خلال شهر. فبيروح المحامي للمستشفى عشان يسأل العصابة، ولكنه بيتصدم لما بيعرف إنهم كلهم هربوا من المستشفى. ووقتها بيشوف سوك ولكنه مش بيلحقه، فبيبلغ هان إن سوك ليه علاقة بهروب العصابة. وبيرجع سوك لشقته وبيطلب من تاي إنه يكتب له ورقة انتحار، فبيكتبها له وبيديها له. وفي الوقت ده هان بيبلغ يونغ بمرض جون، وبيقول له إن هيو هتيجي وهتقيم معاهم في البيت عشان تهتم بجون في آخر أيامه. وبتشوف هيو وهي بتحضر شنطتها عشان تروح لبيت جون، فبتتفاجئ ببذور اللوتس جوه الأسورة بتاعتها اللي بتكون اتكسرت، وبتفتكر إنها نفس البذور اللي شافت دوها بيديها المون في أحلامها. وفي نفس اليوم بالليل بيدي الراهب العجوز للراهب الشاب تعويذة لطرد الأرواح الشريرة، وبيطلب منه إنه يوصلها لهيو. فبيطلب منه الراهب الشاب إنه يعمل له زي تميمة أسورة هيو، فبيقول له إن التميمة اللي مع هيو فيها بذور اللوتس القديمة، وإن مش هو اللي عمل لها التميمة. وفي الوقت نفسه بتكون هيو في بيت جون، وبيسألها دوها عن ليه هي قبلت إنها تقعد معاه في البيت، فبتقول له لأن أخوه بيخاف عليه وهو اللي طلب منها تهتم بيه. وبتشغل التلفزيون، وقتها بيسمعوا في الأخبار إن المستكشفين لقوا زهرة لوتس أظهرت بعد 1300 سنة في قلعة جايا الجبلية. فوقتها هيو بتقول إنها خسرت الرهان، وبيستغرب دوها من كلامها، فبتقول له إنها عايزة تنام وبتمشي. ووقتها بيسأل دوها نفسه عن إذا كانت هيو افتكرت حياتهم السابقة ولا الموضوع مجرد صدفة. وتاني يوم الصبح بيجي سولو بتفاجئ دوها، وبتقول له إنها جابت له الفطار معاها، ولكنها بتتصدم لما بتشوف هيو، وبتسألها بتعمل إيه ببيت جون، فبتقول لها إنها الحارسة الشخصية بتاعته. فبتطردها سول، ولكن دوها بيرفض إن هيو تمشي وبيطرد سول، فبتقول له إنها هتمشي ولكنها هترجع له تاني لأنها بتحبه في شخصيته الجديدة. وبعد كده بيجي يونغ وبياخد هيو ودوها للاستوديو، وبيلاحظ إن دوها بيتعامل مع هيو ببرود، فبيسأل هيو عن إذا كانت بتحب الروايات الرومانسية التاريخية. فبيتفاجئ دوها لما بتقول هيو إنها بتحب فكرة إن واحدة تكون عايزة تنتقم من عدوها فتقع في حبه. ولما بيوصلوا للاستوديو بيقول لها يونغ إنهم هيصوروا مشهد الرماية، فبتقول له إن مولاها علمها الرماية في الحلم. فبيتصدم دوها من كلامها، وبيتأكد إنها بتفتكر أحداث من حياة مون. ووقتها بتشوفها سولو بتقول لها إن هي وجون مخطوبين، وبتطلب منها تبعد عنه، فبتتضايق هيو من كلامها. وبعدها بيتصدم الكل من مهارة جون في الرماية، وبتتصدم هيو لما بتشوف إن جون بيضرب السهام بنفس طريقة دوها اللي شافته في الحلم. وبعد كده بيسألها دوها عن إذا كانت بتشوفه في أحلامها، فبترتبك وبتقول له إنها بتشوف شخص شبهه مش هو. وبعد كده بيفتكر دوها إن هي وهي طفلة كانت الوحيدة اللي بتقدر تشوفه، وكانت بتكلمه في المراية طول الوقت، ولكن لما كبرت ما بقتش بتشوفه. وبالليل بيروحوا لشركة هان، وبيكون الراهب الصغير مستنيهم، وبيركب معاهم الأسانسير، ووقتها بيحط التعويذة على دوها وبيجري. وبعد كده بتتفاجئ هي وبجون وهو بيفقد الوعي ومش بيبقى عنده أي نبض، ووقتها بتنفصل عنه روح دوها. وبتتصدم هي لما بتشوفها وبتناديه بمولاي. وبيوصل هان وبيتصدم لما بيلاقي أخوه فاقد الوعي، ولكن دوها بيرجع لجسم جون وبيطمن أخوه، وبيطلب من يونغ إنه يوصل هيو للبيت. وبعد كده بتطلب هيو من يونغ إنه يبلغ هان إنها محتاجة يومين أجازة، وبيقول دوها لهان إن هيو شافت حقيقته، وهان مش بيكون فاهم كلامه. وفي نفس الوقت بتكون هيو مصدومة لما بتشوف على الحقيقة الراجل اللي بتشوفه في أحلامها، وبتفتكر إنها كانت بتكلمه في المراية وهي صغيرة. وبتشوف هيو في أحلامها إن سو بيتهم مون بالسرقة، وبيؤمر إنهم يضربوها، ومش بيقدر دوها إنه يمنع باباه. ووقتها سو بيقول لدوها إنهم اكتشفوا إنها بنت الملك جايا، وإن في شخص خاين ما بينهم بيخبيها عنده في بيته. فبيفهم دوها إن باباه كشف أمر مون، فبيقتل دوها الحارس وبيهرب مون، وبيطلب منها إنها تبقى قوية وترجع له عشان تقتله. فبتوعده إنها هترجع له، فبيقول لها إنه هيستناها. وبنرجع للحاضر، وبتصحى هي وبتحس إنها هتتجنن، وبتروح لدكتور نفسي فبيكتب لها مهدئات. وبيروح دوها وبيقابل الرهبان وبيهددهم وبيطلب منهم إنهم يبعدوا عن طريقه لغاية ما يخلص انتقامه. وبعد كده بيروح وبيقابل هيو، وبيبقى عايز يقتلها عشان يخلص من لعنته، لكنها بتكون مش في وعيها بسبب المهدئات، وبتتكلم معاه زي مون فبيضعف قدامها ومش بيقتلها. وتاني يوم بيعرف دوها ليه هو ما بيقتلش هيو، لأنه بيكون عايز يعرف سبب قتل مون ليه وهي بتحبه. ووقتها بيجيله هان وبيقول له إنه خايف عليه، فبيديله دوها صورة سوك وبيقول له إن هو اللي أمر العصابة بقتله. فبيأمر هان المحامي إنه يدور على سوك. وتاني يوم بتتصدم هيو لما بتنشر صورة على إنترنت صور ليها مع جون، وبتقول إنهم ارتبطوا، وبيضطر دوها إنه يحضر مع سول جلسة تصوير. فبتروح هيو مع صاحبتها وبتبقى غيرانة جدا. وبعد جلسة التصوير دوها بيتجاهل سول وبيرجع للبيت مع
هيو، وبتصدمه هي لما بتاخد شنطتها وبتسيب له البيت. فبيقابلها هان وبيسألها عن ليه جون قاله إنها عرفت حقيقته. فبتفتكر هيو الراهب وبتقرر إنها تروح له وتسأله. وفي نفس الوقت بيتصل سوك بالمحامي وبيطلب منه إنه يقابله. ولما بيروح المحامي للميعاد بيتفاجئ بتاي بيترمي قدام عربيته فبيصدمه وبيقتله. ووقتها بيظهر له سوك وبتروح هيو للمعبد وبتعرف من الراهب العجوز إن الأسورة بتاعتها كانت بتحميها من الأرواح الشريرة. ووقتها بتفتكر هيو إن دوها قال لها إن جسم جون ده مش جسمه وإن هيسكن فيه لفترة. فبتتصل بدوها وبتطلب منه إنه يقابلها. فبيروح لها وبيقول لها إن روح تايهة في الزمن من 1500 سنة، وبيطلب منها إنها تساعده وتقول له ليه هو اتقتل. وبيقول لها إنها الوحيدة اللي تقدر تساعده لأنها كانت مراته. وبيفتكر دوها زواجه بمون وإنه اداها عقد تميمة عشان تحفظها من الشر. وبيقول لها إنها هتكون زوجته الوحيدة في كل الحياة وحتى الموت مش هيفرقهم. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف هي وهي مش مصدقة كلام دوها. فبيقول لها إنه كان معاها طول عمرها وبيثبت لها وبيقول لها كل أسرارها اللي ما يعرفهاش غيرها. وبرضه مش بتصدق إنه روح وبتعتقد إنه بيراقبها. وفي نفس الوقت بيكون سوك بيساعد المحامي وبياخدوا جثة تاي وبيرموها في البحيرة. ووقتها بيعرف المحامي إن سوك عمل له كمين وإن هو اللي رمى تاي قدام عربيته عشان يخليه تحت رحمته وينفذ له اللي هو عايزه. وبالليل بيشوف دوها إن الجرح اللي في رقبته مكان ما قتلته مون ابتدى يظهر وبيكون أوضح كل ما بيقرب يوم عيد ميلاد هيو. وبيعرف إن وقته في جسم جون قرب ينتهي. وتاني يوم بيبعت يونغ علشان يجيب له هيو. وفي الطريق بتكتشف هيو إن يونغ عارف إن في روح ساكنة جسم جون فبتصدق كلام دوها أخيرا. وبعد كده بياخدها دوها لمكان مملكة جايا وبيقول لها إن اللي كانت بتشوفه في أحلامها حياتهم اللي عاشوها من 1500 سنة. وبيطلب منها إنها تنهي لعنته وتقول له سبب موته. فبتقول له إنها عاشت حياتها تعبانة نفسيا بسبب أنانيته وإنه مش مهتم غير بنفسه. وبتقول له إنها مش عايزة تشوفه مرة تانية وبتطلب منه ينساها. وبتنام هي وهي في العربية مع يونغ وبتشوف يوم ما دوها ودع مون. ووقتها بيتفاجئوا بحراس سو بيهجموا عليه فبيدافع دوها عن مون وبيتصاب بسهم في كتفه وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في البيت وباباه بيقول له إنه قتل مون. فبينهار دوها وبيقول له إنه مش عاوز يكون ابنه. ولكنه بيتفاجئ لما بيتفتح الباب وبيلاقي مون مربوطة قدامه. ووقتها بيقتل باباه كل الشهود اللي معاهم وبيقول له إن عنده اختيارين يا يتجوز مون ويفضل تحت أوامر العمر كله أو إنه يقتلها. ووقتها بيختار دوها إنه يحميها وبيوافق إنه يتجوزها. وبيقول لها إنها لما تتجوزه فإن ده هيديها الفرصة عشان تكون قريبة منه وتقتله بسهولة. وفي الوقت الحاضر بيروح سوك مع المحامي وبيقابل هان وبيقول لسوك إنه علشان يتأكد من إن جون هو نفسه أخوه لازم إنه يسأله عن سر ما بينهم. ووقتها هيعرف إن اللي معاه في البيت أخوه ولا لأ. وفي الوقت ده بتبقى هي وبتحلم بإن سو بيطلب من ابنه إنه يحارب رغم إصابته بالسهم فبينفذ كلامه عشان يحافظ على حياة مون. ولكنه لما بيرجع بيفقد الوعي وبتكون عنده حمى فبتعتني بيه مون ولكنها بتحاول إنها تقتله بالخنجر ولكنها مش بتقدر لأنها بتكون بتحبه. وبيفوق دوها وبيروح لها وبيقول لها إنها ضيعت فرصة إنها تقتله وهو فاقد للوعي. فبتقول له إنها بقت مترددة في قتله وإنها ضعيفة. فبيقول لها إنها لازم تبقى قوية. فبتطلب منه إنه يفضل جنبها وما يبعدش عنها لأنها بترتاح في وجوده رغم إنه هو سبب وجعها. فبيمسك إيديها وبيوعدها إنه مش هيبعد عنها. وبتصحى هي من النوم وهي بتبكي على مشاعر مون وبتكون حاسة بلمسة إيد دوها ليها. وفي الوقت ده بتجيلها رسالة من هان وبيعزمها على الغدا معاه ومع جون. فبتروح وبتبقى عايزة تعترف لهان بحقيقة دوها ولكنها مش بتقدر. وبعدها بيتغدوا وبيبقى الأكل سمك ومحار. فوقتها هان بيسأل جون عن إذا كان فاكر إنه هو الصغير لما وقع في البحر وإنه يومها كان هيغرق ومن وقتها وهو مش بيحب الأسماك والمحار. فبيوافقوا دوها على كلامه وبيقول له إنه فاكر. فبيتصدم هان لأنه بيكون هو اللي وقع في البحر من جون. ووقتها بيتأكد إن اللي معاه ده مش أخوه. وبعد كده دوها بيتمشى مع هيو لبيتها فبتعتذر له وبتقول له إنها كانت قاسية معاه وبتقول له إنها مش عارفة حكايته مع مون كانت هتتغير لو كانوا اتقابلوا في ظروف مختلفة ولا لأ. وبتقول له إنها هتساعده لأن عندها فضول وعايزة تعرف إزاي هتنتهي حكايته مع مون. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. سلام.